قناتك فيها بيانات اكتر مما تتوقع بس غير مستغله. طول ما احنا باصين عليها بشكل عادي في تفاصيل كتير بتتوه مننا. النهارده هقولك ازاي تستغلها ونعمل انتراكتيف داشبورد من خلال جوجل لوكر ستوديو ونقرا ارقامنا بسهوله في 10 دقايق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في فيديو جديد في كورس جوجل لوكر ستوديو لبناء التقارير التفاعليه. زي ما احنا متعودين على قناتنا على XRDE اننا هدفنا نقرا الداتا بسهوله وبدون تعقيد. قبل ما نبدا الفيديو ونبدا الشرح، لو انت مهتم بمجال تحليل البيانات او لسه مبتدئ في المجال وعايز تعرف كل جديد عنه، ما تنساش تتابعنا على القناه. دلوقتي نبدا اول خطوات، ازاي ان احنا نحمل الداتا سورس بتاعتنا او نسحب بياناتنا من قناه اليوتيوب ونربطها بلوكر ستوديو. الخطوات ان احنا عشان نقدر نوصل ان احنا يبقى عندنا تقرير تفاعلي عن القناه بتاعتنا في الكي بي ايز والفيو اللي احنا عايزين نبقى شايفينه. اول حاجه هنيجي عند الهوم بيج الاساسيه للوكر ستوديو بالاكونت اللي احنا حابين نشتغل بيه او اللي مربوطه بيه القناه. ده اهم حاجه نبقى عاملين منه لوجن. هندخل من حاجه من الاثنين، يا هندخل على الداتا سورس يا هندخل من كرييت. لو ضغطنا كرييت هيقول لنا ريبورت ولا داتا سورس. احنا دلوقتي عايزين الداتا سورس الاول. هنا جوجل بيظهر لك كل الكونكتورز اللي يقدر يربطها لك عشان يسحب لك الداتا. يعني انت لو الداتا بتاعتك على جوجل شيت يبقى الكونكتور بتاعك جوجل شيت، يعني هتربط الريبورت او الصفحه اللي هتعمل فيها او هتصمم فيها ريبورت بجوجل شيت، عشان جوجل شيت اللي هيبقى فيه البيانات اللي هتشغل بيها الفيجواليزيشن او التشارتس بتاعتك. اما لو بياناتك على جوجل اناليتكس، لو انت ويب سايت وعايز ان انت تربط بياناتك وتسحب بيانات على جوجل اناليتكس وتظهرها في تقرير بفيو معين، فبرضو الكونكتور بتاعك هيكون جوجل اناليتكس. ولو اعلاناتك موجوده على الجوجل ادز فانت الكونكتور بتاعك هيكون جوجل. فاحنا هنا بندور من وسط كل الكونكتورز اللي عندنا على اليوتيوب، فممكن بسهوله يا اما هنلاقي يوتيوب اناليتكس يا اما في السيرش هنا هنلاقي السيرش ظهر لنا يوتيوب اناليتكس. بمجرد ما هنضغط عليه هو هنا بحسب الاكونت بيظهر يشوف ايه التشانل اللي انت اخد اكسس عليها او اللي انت بتمتلكها. فهو ظاهر التشانل بتاعتي XRDE. بمجرد ما اختار التشانل، لو انا ممكن بقى لو انت ماركتنج اناليتكس وليك اكسس على كذا تشانل فبيبقى ظاهر لك كذا تشانل موجوده عندك، انت بتختار التشانل اللي هتشتغل عليها. بمجرد ما بتعمل سيلكت بتعمل كونكت، بتستنى يحمل كده بتظهر لك كل الداتا اللي موجوده على اليوتيوب شانل بتاعتك، واليوتيوب سامح لك او جوجل سامحه لك ان انت تسحبها وتشتغل بيها. طبعا انت الداتا دي مش موجوده معاك بشكل فعلي كاكسل شيتس او موجوده على الجهاز بتاعك، هي داتا موجوده على اليوتيوب. واليوتيوب بما انه تابع لجوجل فجوجل قدرت انها تفتح لك من خلال الاي بي اي الخاصه بيها، من خلال الكونكتور هي سمحت لك بيه اللي هو اليوتيوب اناليتكس اللي احنا شغلناه، بانها تظهر لك الداتا دي. بس كل ده بيحصل جوه انفايرمنت جوجل حفاظا على سريه البيانات او حمايه البيانات. انا هنا ممكن برضو اعمل اسم كده، يعني ازود حاجه في الاسم عشان اميز الداتا سورس اللي عندي. فانا كده ايه غيرت ايه في اسمها. انا لو ضغطت دلوقتي على كرييت ريبورت ففي الحاله دي انا كده هيدخلني على بلانك ريبورت شبه ده، وانا عايزه كريت الريبورت عندي مش ان انا اعمله فروم سكراتش، انا عايزه استخدم تمبلت جاهزه اليوتيوب عشان انشئ التقرير بتاعي في اسرع وقت. فانا مش هعمل كرييت ريبورت، انا هطلع تاني من الايكون هنا، هطلع على الصفحه الرئيسيه، هلاقي ان في الداتا سورس عندي نزلت الداتا سورس اللي انا عملت لها كرييتنج. لغايه هنا انا كده خلاص مش هاجي جنب الداتا سورس، انا هرجع بقى للريبورت عشان ابتدي اختار الريبورت بتاعي اللي هشتغل عليه. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل ريبورت، ايه الخطوات اللي انا محتاجه اعملها؟ زي ما قلنا انا ممكن اعمل من بلانك ريبورت، فهيتفتح لي ريبورت فاضي، صفحه فاضيه، وابتدي انا اللي اشتغل. هنرجع للصفحه الرئيسيه لجوجل لوكر ستوديو. من ريبورتس هنلاحظ هنا ان في تمبلت جاليري، هنضغط عليها هتفتح لنا الجاليري وهنقدر نشوف كل التمبلت الجاهزه الكاستمايزد على الماتريكس والكي بي ايز اللي بتوفرها كل جوجل برودكتس زي جوجل اتكس، يوتيوب، جوجل ادز وغيره من التمبلتس الجاهزه. وفي تمبلتس برضو مناسبه لاكسل وغيره، وحاجات لبيج كويري.
طيب انا كل اللي عايزاه حاجه من اتنين، انا ممكن ادور في السيرش، وحسب السيرش هعرف ايه التمبلتس الجاهزه. هختار يوتيوب اناليتكس، هلاقي تمبلت هي واحده اللي موجوده، لو ضغطت عليها هتعمل لودينج كده. طيب ثواني هيتحمل. تمام كده التمبلت الجاهزه دي هي شغاله على بيانات او ديمو داتا جوجل هو اللي حاططها. طيب انا بقى هدخل واعمل اديت عشان اربطها بالداتا بتاعتي. هضغط على اديت. تمام. طبعا احنا في الفيديو اللي فات، فيديو نمبر 1 ونمبر 2 اللي بيتكلموا على اليوزر انترفيس، شارحين فيها وكل التشارتس الموجوده اللي احنا بنستخدمها، كل المنيوز والتابس الموجوده هنا، وكل سيكشن موجود مهمته ايه. طيب نرجع كل الداتا دي زي ما قلنا، هي لو هتلاحظوا لما تيجوا تقفوا على اي تشارت، من التشارتس الخاصه بالداشبورد، هتلاحظوا ان الداتا سورس اللي موجوده مكتوب سيمبل يوتيوب اناليتكس جي اي شانل. يعني اليوتيوب دي او الداتا سورس دي مربوطه باليوتيوب الديمو بتاعه جوجل، مش الداتا سورس بتاعتنا اللي احنا جبناها. طيب ازاي اعمل سويتش، او اعمل سويتش بدل ما انا قدامي الديمو داتا اللي مفتوحه لي بتاعه جوجل، اختار الداتا بتاعتي انا. طبعا احنا لما بنضغط على التايتل بتاع الداتا سورس بتتقفل بكل الداتا بتاعتها، بتعمل كولابس او اكسبند. تمام. طيب انا عايزه اضيف الداتا بتاعتي، فكل اللي انا هعمله ان انا لو ضغطت، يعني في كذا طريقه، لو انا ضغطت هنا، يعني انا عشان انا واقفه على التشارت فالسيتنج بتاع التشارت ظاهر، وده شرحناه في الفيديو اللي فات. طيب لما بضغط على الداتا سورس بيقول لي ان انا اقدر كده الداتا الديمو اللي موجوده، اقدر بقى انا اختار الداتا سورس بتاعتي انا، وهي يوتيوب اناليتكس اكس ار دي اللي احنا لسه عاملينها. هيطلب ان انا اربط، يعني هو بيسالني هل انا موافقه فعلا ان انا اربط يوتيوب اناليتكس داتا سورس بتاعتي بالريبورت هنا، فبقول له اه. كده هنلاقي ان داتا اتربطت، او داتا يوتيوب اناليتكس بقت ظاهره عندنا، وهي اللي موجوده في الريبورت بتاعنا بكل الانفورميشن المتاحه فيها من ماتريكس ودايمنشن. طيب لو جينا وقفنا هنا هنلاقي برضو ان لسه كل تشارت وكل الارقام دي مربوطه بالديمو سورس الخاص بجوجل، او اللي هو اليوتيوب جوجل. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ لو رحنا الاول هنا عند اد من خلال القائمه، يعني خلينا نرجع تاني. لو رحنا هنا عند اد داتا، ورحنا على ماي داتا سورس، هنختار اليوتيوب اناليتكس بتاعتنا، فانا بديله الصلاحيه تاني من اول. فانا كده بقى ظاهر عندي الداتا الخاصه بيوتيوب. المطلوب ايه؟ المطلوب ان انا كل ماتريك عندي هقف عليه وهغير الداتا سورس بتاعته من الداتا سورس الديمو للداتا سورس بتاعتي انا، وساعتها هلاقي الارقام اتغيرت على حسب الداتا. يعني مثلا الفيوز لو غيرتها من الداتا سورس هتتغير بالفيوز اللي عندي. هنكرر العملية دي على كل النمبر كارد والتشارت اللي موجودة عندي. الجدول ده جدول فيه كل الفيديوز الموجودة، ومترك او كي بي اي الفيو، والافريج فيو ديوريشن، والفيديو شير. فانا هعمل له سويتش بالشانل اللي عندي، فهتتغير ارقامه على ارقام الشانل. الداتا سورس هنا مش بتاعتنا. كده
كل الكي بي ايز اللي عندي او كل الكاردز والتيبلز والتشارتس اتغيرت وبقت اريا من الداتا سورس الخاصة بي. هنا برضو المفروض الدروب ليست اللي هنا هو حاططهولك باي ديفولت عشان يخليك ان انت تعمل سيلكت على التشانل بتاعتك، فتبقى شايف لو انت عندك اكتر من التشانل فانت كده تبقى بتعمل سويتش من التشانل للتانية. طبعا الديت رينج هنا انت بتقدر بقى تشوف كل الفترات اللي فاتت سنس التشانل عندك اتعملت، من يوم ما التشانل عندك اتعملت لغايه النهارده تقدر تشوفها اخر 28 يوم او year to date او quarter وهكذا. برضو انت ممكن تفلتر كل الكي بي ايز بتاعتك دي على فيديو معين، فتبقى شايف كل التفاصيل دي على ايه الفيديو اللي انت مختاره. تقدر برضو تقفل التابس دي عشان تبقى بس شايف الفيو بشكل كويس. لو دي كده بالنسبة لك بيانات كانت كافية ليك، فانت كده قدرت تجمع فيو مختصر انت حابب تشوفه وتتابع من خلاله الريبورت الخاص بيك. يعني احنا ممكن هنا نسميها XRDE. فانت كده قادر لو عملنا فيو هتبقى قدامنا التشانل، قادر اشوف كل الارقام، اتابع ايه الانسايتس، ايه التيبل اللي جاب معايا فيو وهكذا، واتابع كل الاحصائيات بتاعتي. وبكده في 10 دقايق قدرنا ان احنا نطلع بيوتيوب ريبورت قادرين ان احنا نتابع منه الارقام بتاعتنا بالشكل المناسب لينا واقل تشتت من كم الماتريكس اللي بيكون موجود على يوتيوب اناليتكس. طبعا يوتيوب اناليتكس موجود على الشانل مش بنقلل خالص من قيمته، بالعكس هو بيدينا معلومات كتير جدا. ولكن لو احنا عايزين خلاص استقرينا مع الوقت ان احنا في كي بي ايز معينه هي دي اللي بنتابعها وهي دي اللي احنا بنعرف منها البرفورمانس الخاص بالتشانل بتاعتنا وبالكونتنت اللي بننزله، فممكن نختصر ده في فيو معين يساعدنا في التحليل. كمان لو انا ماركتنج اناليتكس فكتير من الشركات بتطلب ان انا اعمل جوجل لوكال ستوديو ريبورت شامل كذا سوشيال ميديا تشانل، زي ان انا ابقى شايفه اليوتيوب، ابقى في بيج تانية شايفه فيسبوك، في بيج تالتة شايفه جوجل ادز، جوجل اناليتكس. فانا ابقى جمعت للشركه اغلب الديجيتال ريبورتس بتاعتها بدل ما هي بتشوفها على كل اون شانل اناليتكس او خلال ريبورت واحد، اقدر اتحرك من بيج للتانية وبيج واحده ممكن تكون فيها السمري لكل البلاتفورمز اللي انا شغاله عليها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتتابعوا الفيديوز اللي جايه تكمله لكورس جوجل لوكال ستوديو لبناء تقارير تفاعليه. شكرا.